عندك كلب؟ الحيوان مش المشكلة في القانون. خليني ابدا معاك بهدوء ومن غير تخويف بس بوضوح. ناس كتير عايشه وفاكره ان موضوع الحيوانات ده خصوصي وشخصي، وما دام الحيوان في البيت يبقى مفيش حد ليه دعوه. الحقيقه ان الكلام ده انتهى من كام سنه. الدوله حطت قانون بينظم حيازه اي حيوان، سواء بقى اليف او خطر او حتى بري. قانون واضح ومباشر وبيخص المواطن العادي، اسمه قانون تنظيم حيازه الحيوانات، رقمه 29 لسنه 2023، واتفعل بلائحه تنفيذيه، وكمان اتعمل له تعديلات في 2025. القانون ما بيسالكش بتحب الحيوان ولا لا، بيسالك سؤال واحد: مرخص ولا لا؟ اول حاجه بخصوص الحيوانات الخطر، هنا مفيش اي مساحه للاجتهاد. القانون حاطط جدول رسمي بيقول بالحرف في حيوانات ممنوع تماما اي مواطن يحوزها او حتى يطلع بيها البيت، زي ايه؟ بيتبول، روتفايلر، بعض انواع الجيرمان، نمور، تماسيح، تعابين سامه، دببه، وقرود كبيره. القانون هنا ما قالش ينفع بشروط، قال ممنوع. الاستثناء الوحيد لجهات رسميه، وكمان بترخيص خاص من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، يعني ولا بيت ولا مزرعه ولا متربي معايا من وهو صغير. طب لو الحيوانات دي لسه موجوده عندك في البيت، القانون قال لازم يتسلم للجهات المختصه خلال شهر، غير كده انت داخل في مخالفه مباشره. نروح بقى للي بيمس ناس كتير، الكلاب العاديه، وهنا اغلب الغلط. ناس كتير فاكره ان الكلب ما دام مش خطر يبقى سايب. القانون قال لا، اي كلب مهما كان نوعه لازم يكون ليه ترخيص، والترخيص مش ورقه وخلاص، دي منظومه كامله: تطعيم دوري، تسجيل رسمي، علامات تعريف في رقبته، تكميم وربط خارج المنزل، تسجيل الكتروني في سجل الطب البيطري. يعني مفيش كلب سايب في الشارع، ولا خروج من غير سيطره، ولا هو متعود. لو عندك كلب في البيت القانون بيقول لك وفق اوضاعك، يعني روح مديريه الطب البيطري، خد تصريح، طعم، ركب العلامه، سجل. ولو ما عملتش كده انت مش ناسي، انت مخالف. طب لو حصل ضرر، لو كلبك عض حد، خوف حد، سبب اصابه او حتى فزع، القانون ما بيلفش، المسؤول هو صاحب الحيوان. مسؤوليه مدنيه وجنائيه، ومفيش فرق بين قصد او عدم قصد. اما بقى بخصوص الحيوانات الضاله، القانون حاول يوازن، قال مفيش اعدام عشوائي، في تعقيم، تحصين، ايواء. لكن لو في حيوان خطر او مسبب تهديد ما تلعبش دور البطل، بلغ الطب البيطري فورا. اما فيما يخص العقوبات، ودي نقطه لازم تتقال، غرامه من 10000 ل 500000 جنيه، وده بس الحيازه بدون ترخيص او مخالفه الشروط. اما لو في خطر على الناس او الممتلكات، في حبس وغرامه ممكن توصل ل1,000,000 جنيه. ولو الحيوان استخدم في التعدي المباشر، حبس فورا ومصادره. وعموما في كل الاحوال الحيوان بيتسحب وما بيرجعش. طب ايه الرسوم وايه المهله؟ التراخيص بتبدا من اول 1000 جنيه ل 50,000 جنيه، وده راجع لحسب نوع الحيوان. والمهله سنه من صدور اللائحه، يعني تقريبا لحد ابريل 2026، يعني الوقت مش مفتوح والقانون بيتطبق. القانون ده مش ضد الحيوانات ولا ضد المربيين، هو ضد الاهمال والعشوائيه، وضد فكره انا محدش هيكلمني. عندك حيوان، نظم وضعك. عاوز تشتري، اسال الاول. شفت خطر، بلغ. الحيوان ملوش ذنب، اللي بيتحاسب صاحبه. وهفضل كل مره اقول لك: دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.